القسوة بتولد القسوة، والعنف مش بيولد غير العنف. قصتنا النهاردة هي أبشع قصة هتسمعوا عنها في حياتكم، وهي لما تموت الإنسانية ويموت جوانا الإنسان فنتحول لوحوش ناكل لحم بعض. فتعالوا معايا عشان تشوفوا قصة الست اللي كلت لحم جوزها بعد ما قتلته عشان تنتقم منه. يا رب استر علينا يا رب. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. وبتبدا القصه بواحده ست اسمها ليلى، عندها 35 سنه، بتمشي في الشارع بس ماشي بسرعه خايفه انها تتاخر. وفجاه وقفها واحد من الباعة المتجولين بعربيه كارو في نص الطريق عشان يعرض عليها حاجه من الحاجات القديمه، وكان بيبيع حاجات كتير من الحاجات القديمه على عربيته. وقال لها استني يا استاذه، تشتري مفتاح السعاده اللي هيخليكي تعيشي في سعاده على طول ومش هتحسي بالحزن في يوم ولا بندم. صدقيني هيريحك مفتاح السعاده للابد ومن كل حاجه في الحياه. فبصت للراجل باستغراب وقالت في نفسها هو فعلا الراجل البسيط ده حاسس باللي بيدور في خيالي، لان زهقت من الحياه بجد وعاوزه حاجه تخلصني من العذاب ده. فبصت للمفتاح اللي بين ايد الراجل باستغراب شديد وتعجبت، لان الراجل كان بيمد ايده ليها بمفتاح غريب الشكل مصنوع من الحديد ولونه اسود غامق. فمسكته من ايد الراجل بحيره، فكان المفتاح تقيل جدا عليها، وقالت ازاي المفتاح ده هيحقق لي السعاده لان بالعافيه شايلاه. شالت المفتاح وسالت نفسها هي فعلا السعاده بتتباع؟ فهزت راسها وقالت ليه لا، كل حاجه ممكن انك تشتريها في الحياه وليها تمن. اشترت المفتاح من الراجل وهي بتضحك على حالها لانها ما كانتش قادره تشيل المفتاح بين ايديها من شده تقله. ورجعت لبيتها بتجري بسرعه، خبطت على الباب، فتح لها جوزها الباب وهو زعلان جدا وعلى وشه الغضب، وماسك في ايده كرباج سوداني، ورفع ايده هيضربها بالكرباج زي كل مره لانه كان دايما بيهينها ويضربها بالكرباج، وعشان اتاخرت عن تحضير الغدا 10 دقايق. وبدأ يضرب فيها، ما تحملتش العذاب ومن كتر الضرب رفعت المفتاح السعادة اللي كان في ايديها وضربته على راسه بكل قوتها، وفضلت تضرب فيه لحد ما قطع النفس من كتر الضرب. وشافت الدم، جات لها هستيريا وكأن ده آخر حاجة هتعملها في حياتها، وهي بتفتكر ضرب الكرباج على جسمها. ووقع جوزها ميت والدم مغرق كل حتة على الأرض. وهنا اتنهدت وحست إنها ارتاحت لأن جوزها كان مدمر كل أحلامها وحياتها، ومفتاح السعادة رجع لها حريتها. ودلوقتي الجزء المهم في الموضوع، ازاي هتتخلص من الجثة. جرت الجثة للحمام بالعافية وحضرت ساطور من المطبخ، وقامت بفصل الراس عن الجسم خالص، وحطت الراس في كيس اسود بتاع الزبالة، وحطت الايدين والرجلين في كيس تاني، وبعدها قطعت الجسم لحتت صغيرة من اللحمة بعد ما شفت الجلد خالص وحطيته في كيس اسود تاني. المهم فصلت كل حاجة لوحدها حتى العظم. بس عايز اقول لكم حاجة، في اخر القصة هتحصل مفاجأة ما كانش حد متوقعها، فكمل معايا وهتعرف ايه المفاجأة. وبدأت تحط اكياس اللحمة في الديب فريزر لحد ما اتملى على اخره ومفيش مكان تاني تحط فيه. فكرت بمكر وغيرت هدومها بسرعة وخبطت على باب جارتها اللي بتسكن في الشقة اللي قصادها، وطلبت منها انها تحط عندها 3 اكياس من اللحمة في الفريزر بتاعها لان الفريزر عندها عطلان وانها هتسافر عند اهلها يومين، وده هو خزين الشهر من اللحمة اللي اشتريتها النهاردة ومش عارفة ازاي تتصرف في الورطة ديت. رحبت جارتها وقالت لها مفيش مشكلة. رجعت لشقتها وهي على وشها الابتسامة ونظفت كل حاجة وشالت كل آثار الدم خالص ومسحت الشقة كويس بمطهر، وحطت هدوم جوزها المرحوم وهدومها في الغسالة الأوتوماتيك. بصت على الشقة كل مكان نضيف وكمان رشت معطر لأن ريحة الدم كانت شديدة في الشقة. يد المصيبة افتكرت إنها نسيت مفتاح السعادة للأرض وعليه آثار الدم،
خدته غسلته كويس من الدم وبتبوس فيه لان هو اللي خلصها وحقق لها السعاده اللي هي كانت عايزاها. وقررت انها تعلقه في اوضه نومها، وما فيش مكان عشان تعلقه غير مكان الصوره بتاعت فرحها هي وجوزها، وكانت معلقاها فوق السرير. شالت الصوره كسرتها على الارض وعلقت مفتاح السعاده بعد ما ربطته بحبل جامد. لبست هدومها بسرعه وخدت الاكياس اللي جواها الراس والرجلين والايدين وحطتهم في شنطه سفر، وخرجت من البيت وركبت القطر لمحافظه تانيه. نزلت من القطر في محطه قريه ريفيه محدش يعرفها فيها، ووقفت على كوبري واتلفتت يمين وشمال ملقتش حد بيراقبها. خرجت الاكياس ورمتهم في الميه بسرعه وجرت بسرعه ركبت القطر عشان تروح لبيتها. رجعت بعدها للبيت تعبانه جدا ومهدوده، بس حاسه بالفرحه انها خلصت من الهم ده. بس بدات تحس بالجوع. دخلت الحمام خدت دش دافي وهي بتغني. كانت عايزه تاكل لحمه مشويه، فكرت انها تخرج كيس من اكياس اللحمه اللي في الفريزر. هزت راسها وقامت بعدها وخرجت كيس من اكياس اللحمه اللي مليان بيها الفريزر، وقامت بشوي اللحمه على الفحم بعد ما تبلتها بالبهارات والبصل والثوم، وبدأت تتعشى وهي بتسمع الموسيقى الهادية وتغني. بصت للساعة، كانت الساعة 3 بعد نص الليل. قالت الوقت جري بسرعة، ما كانش جاي لها نوم لأن كان جواها خوف من اللي حصل طول النهار. وقعدت تتفرج على التلفزيون لحد ما نامت على الكنبة من كتر التعب والمجهود اللي عملته طول اليوم. صحيت من النوم الساعة 10 الصبح، كانت حاسة بإرهاق وكانت جعانة جدا ونفسها تاكل من اللحمة تاني لأن عجبها طعمها وعجبها طعم اللحمة المشوية اللي كلتها بالليل، لكن ما كانش عندها وقت للشوي والأكل. خدت شنطة صغيرة للسفر وحطت فيها شوية هدوم وخدت كيس اسود من اللحمة اللي في الفريزر، وقررت انها تطبخها في بيت اهلها وتعزم العيلة كلها على وجبة غدا، لانها مش هتدخل بايديها فاضية زي كل مرة، لان كان جوزها كان بيمنعها انها تشتري اي حاجة لبيت اهلها. ركبت القطر ووصلت لبيت اهلها، قالت لهم انها هتعمل لهم الغدا بنفسها. جهزت الاكل وقعدوا ياكلوا بشراهه وقالوا لها ان طعم اللحمه جميل. رجعت لبيتها في اليوم التاني لشقتها ودخلت الشقه، ما كانش فيها اي حاجه غريبه، كل حاجه عاديه خالص. قابلتها جارتها على باب الشقه، قالت لها وهي بتضحك الحمد لله على السلامه، هو جوزك ليه خد اكياس اللحمه؟ هو انتوا صلحتوا الديب فريزر؟ بصت لها ليلى برعب وهي مخضوضه جدا. هو انت بتقولي ايه؟ جوزي خد اكياس اللحمه؟ قالت لها اه جوزك خد اكياس اللحمه من جوزي امبارح لاني كنت في الشغل. ما ردتش عليها ودخلت شقتها وقفلت الباب وراها بعنف وهي بتفكر في كلام جارتها. طب ايه ده؟ انا قتلت جوزي. جرت بسرعه على التلاجة وفتحتها، لسه اكياس اللحمه جوه التلاجة. مش فاهمه حاجه. هزت راسها وقالت مين عارف، يمكن جارتي طمعت في اللحمه وخدتها لان سعر الكيلو اللحمه النهارده غالي. خرجت كيس لحمه من الفريزر وبدات تحمره في الزيت وقعدت تاكل فيه. وبعد ما خلصت اكل قررت انها تخش تنام وتستريح شويه عشان تفكر هتقول ايه للناس عن اختفاء جوزها. نامت على السرير ورفعت راسها لفوق بتبص على مفتاح السعاده المتعلق على الحيطه فوق راسها. غمضت عينيها، فجاه حست بعركه فوق راسها. لسه بتفتح عينيها مره واحده عشان تبص لفوق، لقت جوزها متعلق ونازل من السقف من فوق راسها وبيبص عليها وعيونه حمراء زي الشيطان وهو بيمسك في ايده مفتاح السعادة. ما كانش عندها وقت انها تصرخ، وفجأة سقط مفتاح السعادة على راسها فهشم راسها خالص. وماتت ليلى وهي بتفتكر كلام البياع المتجول اللي باع ليها المفتاح وهو بيقول لها هيريحك مفتاح السعادة للأبد، الراحة الأبدية. وفعلا ده ما كانش مفتاح السعادة، ده كان مفتاح الموت والهلاك. ومحدش اكتشف جثتها إلا بعد أسبوع كامل بعد ظهور الريحة الكريهة واختفاء جوزها. دخلت الشرطة البيت فلقت جثة ليلى متهشم راسها على السرير ومفتاح من الحديد قاسم راسها نصين، ده مفتاح الموت اللعين. وقالوا ممكن يكون جوزها هو اللي قتلها. الغريبة انهم بيتهموا جوزها بقتل ليلى، وبدأوا يدوروا عنه في كل مكان لكنه اختفى، وبدأوا يقولوا انه هرب بعد ما قتل المسكينة بالمفتاح. ومحدش فاكر
فكر انه يفتح الفريزر ويشوف لحمة جوزها المسكين جوه الفريزر. دايما محدش بيدور غير في المكان الغلط، واتقفلت القضية بموت ليلى واختفاء جوزها خالص. عمركم شفتوا قضية أغرب من كده؟ عايز أعرف رأيكم في القصة، ويا ريت تبعتولي تعليقاتكم في الكومنتات. ويا رب القصة تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك الجميل في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم.